برنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. مصرية حالات وكالة زاد مجلس شعب وأندوة الفرد والسياسة كل يوم بجديد في مصر في ساعة. ودلوقتي مصر في ساعة مع الكاتب الصحفي محمد علي خير برعاية البنك الأهلي المصري. أهلا بيكم وكل عام وحضراتكم بألف خير. يا ترى عاجب حضراتكم حالة الإسراف الشديدة في أكلنا وشربنا في رمضان، واللي حولناه من شهر عبادة وصوم لشهر تبذير ومسلسلات وسهر؟ لما حضرتك هتديني ودنك الكام دقيقة الجاية هتعرف قد إيه إحنا بنبذر في رمضان. الكلام طبعا مش على كل المصريين، أكيد في جانب كبير منا بيراعي. يكفي مثلا إن حضرتك تعرف إن مع كل طلعة شمس يوم في رمضان إحنا بنصرف حوالي مليار جنيه يوميا على الأكل، يعني 1000 مليون جنيه كل يوم الصبح. الكارثة بقى لما حضرتك تعرف إن إحنا بنرمي نص الأكل ده في الزبالة، لدرجة إن البنك الدولي عمل دراسة عن استهلاك المصريين للأكل في رمضان. لا ايه؟ لا ان احنا بنستهلك في رمضان 14 ضعف اللي احنا بنستهلكه بقية شهور السنة. يعني لو احنا كنا بناكل في اي شهر في السنة طن، يبقى احنا بناكل 14 طن في رمضان. كمان في دراسة علمية صادرة عن مركز البحوث الاجتماعية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. الدراسة دي بتقول ان المصريين بيصرفوا على الاكل سنويا، ركز معايا بقى، بيصرفوا كام؟ 200 مليار جنيه. 200 مليار جنيه. بالمناسبة المليار يعني 1000 مليون علشان حضرتك تكون معايا. 15% من الرقم اللي بنصرفه ده، 15% من 200 مليار يعني حوالي 30 مليار جنيه، دي ده اللي احنا بنصرفه في رمضان. يعني احنا بناكل ب 30 مليار جنيه في رمضان. المشكلة مش ان احنا بناكل بقى ب 30 مليار جنيه وبس، للأسف احنا بنرمي في الزبالة نص الأكل ده، يعني بنرمي 15 مليار جنيه. المحزن ان 40% من المصريين عايشين تحت خط الفقر. يعني ايه خط الفقر؟ يعني دخل الواحد منهم اقل من 12 جنيه يوميا. اي مواطن في العالم دخله اقل من 2 دولار يعني 12 جنيه يومي، ده معناه ان هو بيعيش تحت خط الفقر. يكفي مثلا من ضمن الاسراف اللي حضرتك تعرفه اللي احنا بنعمله في رمضان، انك تعرف ان القمامة بتاعتنا طول السنة، احنا بننتج قمامة طول السنة في حدود 25 مليون طن. في رمضان بس بنعمل 3 مليون طن. 3 مليون طن قمامة، ودي بالمناسبة اعلى نسبة قمامة بينتجها اي مواطن في العالم على مستوى العالم الكل. عندي كمان احصائية من سنة 2004، يعني احصائية فات عليها 8 سنين، بتقول ان الاسبوع الاول من رمضان، يعني دخلت رمضان اللي انا وحضرتك بدأناها امبارح، في الاسبوع الاول ده المصريين بياكلوا 7.5 مليار رغيف، يعني بياكلوا 7.5 ألف مليون رغيف، وبياكلوا 14 مليون كيلو لحمة حمراء، و40 مليون فرخة، و12 مليون كيلو سمك، و15 مليون كيلو سمنة صناعي، و25 مليون كيلو زيت، و11 مليون كيلو جبنة بيضة، و7.5 مليون كيلو زبادي، و85 مليون كيلو سكر، و10 مليون كيلو فول. انا بقول لحضرتك الاحصائية دي من 8 سنين بس، وخلي بالك الكلام اللي بقوله ده على استهلاكنا الاسبوع الاول بس من رمضان. اصبر معايا برضو كمان لحد الاخر، وارجوك ما تتضايقش مني علشان انا عمال اتكلم على اسرافنا واكلنا، وممكن احد من حضراتكم دلوقتي يقول هو احنا اساسا لاقيين. عايز اقول لحضرتك ان استهلاك الحلويات في شهر رمضان بيزيد الضعفين، يعني بيزيد 66%. اللحوم والطيور بتزيد 63%. المكسرات
بتزيد 25%. نرجع ونقول ده احصائيه من 2004، يعني فات عليها 8 سنين. ولو حضرتك حبيت تحدث الاحصائيه وتعرف احنا النهارده الارقام دي تزيد قد ايه، حدها الادنى بتزيد 10%. ورغم زياده الاسعار وتراجع الدخول الا ان انفاقنا في رمضان بيزيد. الزياده دي مهوله جدا، بتتراوح من 60 الى 100%. طيب ممكن حضرتك تسالني دلوقتي اشمعنى احنا عن بقيه البلاد الاسلاميه او مختلف دول العالم اللي بناكل كل الاكل الكتير ده في رمضان؟ وسؤال تاني، هو احنا صحينا من النوم فجأة لقينا نفسنا كده عمالين ناكل كل الاكل ده؟ وايه جذور الموضوع وايه اللي وصلنا ان احنا نكون مستهلكين بزيادة في رمضان؟ انا بصراحة متفق مع حضرتك في السؤال ده لو سألته، لان الموضوع فعلا ليه جذور تاريخية من ايام الدولة الفاطمية. لان الدولة الفاطمية هي اللي قادت عملية تغيير عادات المصريين في شهر الصوم، وحولته من شهر صوم وعبادة حرص عليها الصحابة طوال وجودهم الى حولوه الى شهر طعام. الفاطميين كمان نجحوا انهم ربطوا في ذهن المصريين بين الاكل وشهر رمضان، يعني اذا جه شهر رمضان على ذهن اي مصري يبقى ده شهر اكل. والبداية كانت من الخليفة الفاطمي. ليه؟ كان بيعمل مائدة طويلة جدا بيقول لحضرتك انها تقاس بالامتار. وكان الخليفة بيعمل كمان حاجة بيسميها المائدة الكبيرة في قاعة الطعام اللي في قصره، ويقعد كل الناس ياكلوا من المغرب لحد العشاء، يعني انت بتتكلم ما لا يقل عن ساعة، ساعة وربع. وايه كمان بقى، مش بياكلوا وكده، لا بياخدوا معاهم اكل يكفيهم لسحورهم. انهارت الدولة الفاطمية، سقطت، لكن المصريين حرصوا على انهم يحتفظوا بعاداتهم اللي اتربوا عليها اثناء العصر الفاطمي في التهام الطعام بكميات كبيرة. خلينا نخرج بسرعة ونخرج من العصر الفاطمي ونيجي على العصر الحديث اللي احنا عايشينه دلوقتي، تحديدا في فترة الثمانينات، يعني من 30 سنة تقريبا. هتلاقي ان حصل تحول كبير في سلوك المصريين الغذائي، ودخلت علينا عادات مستحدثة ما كناش نعرفها قبل كده، لا ابويا وابو حضرتك ولا جدي وجد حضرتك. يعني مثلا انتشرت شركات المياه الغازية بالكثافة وشركات الشيبسي ده في 30 سنة اللي فاتوا، ودخل التلفزيون كل بيت في مصر. طب ايه النتيجة لما دخل التلفزيون كل بيت في مصر؟ ظهرت الاعلانات التلفزيونية. عايز اقول لحضرتك ان الاعلانات كل السنة 50% من حجم الاعلانات اللي بتبث طول العام 50% منها بيبث في شهر رمضان. المهم لما دخل التلفزيون بيوتنا من 30 سنة زادت فيه الاعلانات. طب نتيجة ده ايه بقى؟ ان الاعلانات دي خلت المية الغازية اللي ما كانش حد بيبص عليها في رمضان، واللي ما كان وكانت مصانعها ما بتشتغلش في رمضان لان كانت بضاعتها راكده ما حدش بيروح لها، تحولت بقدرة قادر المياه الغازية الى انها تكون رئيسية في رمضان وتكون محطوطة على ترابيزة كل واحد مننا واحنا بنفطر. ليه؟ لان شركات المياه الغازية صرفت عشرات ومئات الملايين من الجنيهات على حملات اعلانية لمنتجاتها في رمضان، علشان تخليك وانت صايم تربط كده ساعة الفطار انك تروي عطشك وانت صايم على طول تشرب مية غازية. وكمان عملت ايه؟ جابت مشاهير الفن والرياضة. عايزك تلاحظ اي اعلانات تتعلق بالمياه الغازية هتلاقي نجم سوبر ستار في الفن او الرياضة هو اللي بيعمل الاعلان ده. المياه الغازية ما كانتش هي الوحدة اللي استخدمت الاعلانات في رمضان عشان تروج منتجاتها، ده كمان شركات البطاطس الشيبسي اللي اتحولت بقدرة قادر برضو من مقرمشات مضرة الى جزء رئيسي من مائدة رمضان، رغم خطورتها على الصحة العامة للمواطنين، لانها بتسبب لنا امراض كتيرة جدا زي ارتفاع الكوليسترول وامراض السمنة لدى الاطفال. شركات الشيبسي عملت برضو زي شركات المياه الغازية، استخدموا نجوم السينما والرياضة في عمل اعلانات الشيبسي. ارجوك خلي بالك، عاوزك تلاحظ ده في الاعلانات وحضرتك عمال تفطر وتقلب كده في قنوات الدش، هتلاقي دايما النجوم سوبر ستار هم اللي بيعملوا لك اعلانات الشيبسي واعلانات المياه الغازية. وعلشان مكاسب شركات الشيبسي في مصر كتيرة جدا زادت عدد شركاتها.
طيب هل خلصنا من شركات المياه الغازيه والشيبسي بس؟ لا، خد عندك كمان شركات السمن الصناعي. شركات السمن الصناعي استغلت ارتفاع نسبه الفقر في مصر وقله الدخول، وحصل اكبر عمليه تحول لعادات المصريين. تحول شهر رمضان مثلا خلال 15 سنه الاخيره لاكبر كرنفال لترويج السمن الصناعي لرخص ثمن، عن طريق حملات الاعلانات اللي قعدوا يحط لك ليها جمل ده طعمها زي الزبده الفلاحي وفيها ريحه القشطه ولون الزبده الصفراء الى اخره. لقينا كمان الدول اللي بتنتج زيت النخيل، الدول دي بالمناسبه معظمها اسيوي، حريص على انها تدخل مصر. ليه؟ لان مصر اصبحت اكبر مستورد للزيوت في العالم. مصر اكبر مستورد للزيوت في العالم، عشان كده كل دول العالم حريصه انها تدخل منتجاتها اللي هو من زيت النخيل عندنا. دخلوا مصر في السبعينات والثمانينات ورفعوا سعر. ده انا عايز اقول لحضرتك كمان، عارف الشركات الاسيويه المنتجه لزيت النخيل عملت ايه؟ قامت بدعم الشركات المصريه اللي بتستورد زيت النخيل منها، علشان تستبدل وتغير عاداتنا من السمن البلدي والزبده الى ان انت تستخدم زيت النخيل. ونجحت الشركات دي، واصبح رمضان هو شهر اعلانات سمن زيت النخيل، رغم ان الزيوت بتاعتها من اهم مسببات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وامراض القلب والسمنة. عشان كده هتلاقي الدول المتقدمة اصدرت قوانين بمنع بل احيانا تجريم استخدام كل انواع السمن الصناعي او الزيوت الصناعية في الوجبات بالمطاعم، ومنعت ده تماما، بينما احنا في مصر ليل نهار شغالين على الكلام ده. انا مش بقول الكلام ده علشان حضرتك تقلق، احنا هدفنا في البرنامج التنوير، عشان لازم اقول لحضرتك ايه اللي خلانا نتحول في رمضان من كائنات روحانية من شهر صوم وصيام وعبادة الى ان شهر ناكل فيه في اليوم الواحد بننفق فيه مليار جنيه. حبيت اشرح لحضرتك من ايام الدولة الفاطمية لحد شركات الشيبسي والمياه الغازية. يا رب ما كنتش دوشت دماغك على الصبح وانت صايم زينا. ايه رأيك لو تشاركني وتشارك البرنامج في حملة توعية بعد كل اللي قلناه، نوقف الاقبال على الحاجات الضارة دي على الاقل يا سيدي في شهر رمضان. ارجوك كلمني من اي شبكة محمول على رقم 2659 او ابعت رسائلك على رقم 92 17 6 او تواصلوا معايا على صفحة البرنامج على الفيسبوك مصر في ساعة، او ابعتوا ايميلات على مصر في ساعة @gmail.com. يوم الخميس اللي فات عرفنا خبر وفاة نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات السابق اللواء عمر سليمان، حيث اعلن الخبر انه توفي في الولايات المتحدة الامريكية في احدى المستشفيات. الخبر فور انتشاره البعض ردد بان دي هذا الرجل لم يمت موتة طبيعية، بل ربما يكون جرى قتله اغتياله. هل مصر هتعمل للواء عمر سليمان جنازة عسكرية رسمية ولا لا؟ رئاسة الجمهورية اعلنت انه هيتم عمل جنازة عسكرية للواء عمر سليمان. عندي اسئلة كتير حوالين هذا الموضوع، خاصة ان في خلال 48 ساعة في من 4 إلى 5 مدراء او رؤساء مخابرات في منطقة الشرق الاوسط اما انهم ماتوا او قتلوا او جرت ازاحتهم. للحديث حوالين هذا الموضوع معايا على التليفون اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي المعروف. كل سنة وحضرتك طيب سيادة اللواء. طيب يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. كنت عايز ادخل في الموضوع على طول واسأل حضرتك فكرة انتشار نظرية المؤامرة فور اعلان خبر وفاة اللواء عمر سليمان، والبعض بيردد حتى بعض صحف نشرت في مصر امبارح والنهارده بان الوفاة ليست طبيعية، فانا ارجو من حضرتك توضيح كيف جرت الوفاة. الوفاة طبيعية تماما. هو كان بيعاني من ضعف شديد في عضلة القلب من حوالي شهرين كده تقريبا. سافر ألمانيا لنفس الموضوع. هناك قالوا له ان عضلة القلب بدأت تضعف وانه لابد يمشي على نظام علاجي خاص ونظام غذائي خاص. ابتدى يمشي عليه. لما رجع راح ابو ظبي، قعد هناك شوية،
راح يزور ناس في دبي، وهو في اتجاهه لدبي حصل أزمة قلبية حادة. الكلام ده من حوالي يعني تحديدا يوم الجمعة اللي فات. دخل دبي مستشفى بتاعت قلب، دخل قسم رعاية مركزة، اكتشفوا أن هناك ضعف شديد في العضلة، وأن العضلة بدأت حالتها تسوء بشكل كبير جدا. وبدأ ونتج عن ذلك أيضا وجود مياه على الرئة، فبدأ التنفس يتأثر بشدة. فقالوا لا، روح على كليفلاند في أمريكا، هم هناك يقدروا يعالجوا الكلام ده. غادر دبي يوم السبت، وصل يوم الأحد كليفلاند الماضي، دخل المستشفى، بدأوا يشوفوا الحالة، لقوا العضلة تعبانة جدا، وبدأ تأثر في الكلى أيضا. عملوا له عملية بذل لشيل السوائل اللي موجودة على الرئة، شالوا كمية كبيرة. الكلام ده قبل الوفاة بحوالي يمكن 9 ساعات حاجة زي كده، اللي هو يعني كان يوم الأربعاء. ويوم الخميس الفجر في توقيت مصر الساعة 4:30 الصبح توفاه الله. هل هو كان مريض قبل ذلك، يعني عنده أمراض مزمنة أو حاجة؟ هو من حوالي 3 سنين كان جاله ورم في المخ، وراح شاله في فرنسا، واخد كوبلت وأيضا أشعة كيماوي على أساس أن الورم وفعلا ما اخترش تاني، وتم تحجيمه يعني، لكن ده يمكن يكون أثر على جهاز المناعي بتاعه. حضرتك بتنفي كده من خلال ما قلته رواية أو شائعة ترددت بأنه كان موجود في سوريا لحظة اغتيال وزير الدفاع السوري. كلام لا أساس له من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد، وهو أساسا بقاله يمكن شهر وشوية دلوقتي حالته الصحية كانت سيئة للغاية، وكان هناك حتى احتمالات أثناء نقله من دبي إلى كليفلاند، كان هناك احتمالات أنه ما يوصلش، الحالة كانت سيئة. يضاف إلى ذلك أن كانوا ولاده معاه، والسفارة كانت هناك وشافوه، يعني المسألة محسومة، يعني ما راحش سوريا خالص نهائي يعني. في برضو البعض ربط بين وفاته، يعني هل هي صدفة أن في خلال 48 ساعة يموت مدير المخابرات السوري، يغتال ومدير المخابرات المصرية ومدير المخابرات التركية، ثم يتم تغيير مدير المخابرات السعودية؟ البعض ربط بده بأن قوى أجنبية تحديدا الولايات المتحدة بتعيد ترتيب أوضاع أجهزة المخابرات في منطقة الشرق الأوسط بعد ثورات الربيع العربي. يعني ما اعتقدش الولايات المتحدة الأمريكية لها قوة انها تجيب مع اسرائيل يموت رئيس المخابرات المصري وبعدين رئيس المخابرات التركي. يعني ما اعتقدش انه لهم علاقة بهذا الموضوع، يعني خلينا نتكلم عن الناس ماتت موتة طبيعية سواء كان التركي او المصري، انما اللي مات بطريقة طبيعية هو طبعا السوري نتيجة التفجير. اما التغيير اللي تم في السعودية، الامير مندر بن سلطان تولى حاليا رئيس المخابرات مكان الامير مجرف. اعتقد ان ده التغيير كان هو بقاله مده طويله الحقيقه، وكان التغيير ده منتظر بقاله فتره، وكان هناك اقاويل كثيره يعني من اكثر من سنه بنسمع هذا الكلام. يجوز التزامن بس انه جه كله في وقت واحد، ده عمل علامه استفهام، لكن ما اعتقدش ان في اي مؤامره ولا حاجه. يعني مجرد تزامن طبيعي. بالضبط، تزامن طبيعي وظروف كبت وكده يعني، مش اكثر. بعض التيارات السياسيه ذات خلفيات دينيه بعد انتشار خبر وفاة عمر سليمان طلبوا الناس بعدم الصلاة على اللواء عمر سليمان رحمة الله عليه، ويعني مشوا كتير في الموضوع ده. تعليق حضرتك؟ نعم، أنا سمعت الكلام ده الحقيقة واستأت جدا وتأثرت جدا، ليس بسبب ان انا كنت بعمل في هذا الجهاز ولا حاجة، ولكن انا بتكلم على انه ده رجل حج ربنا على مرات عديدة، عمل عمرات عديدة، رجل مسلم كان يصوم ويصلي ويتزكى وزيه زي اي مسلم، وكيف لا يتم الصلاة عليه، خاصة ان يعني لو جينا شفنا، انا رجل لست رجل دين يعني، ولكن على حد قراءتي وعلمي الرسول عليه الصلاة والسلام مشي في جنازة يهودي، فلما سألوه انت ماشي في جنازة يهودي ازاي؟ فقال لهم هذا آمن بالتوحيد وآمن بأحد كتب الله. فإذا كان اليهودي النبي مشي عليه، يبقى احنا ما نصليش على رجل مسلم صالح قدم عليه ولم يؤذي أحدا ولم يقدم أحدا إلى المحاكم المصرية في أي قضايا خلاف قضايا التجسس. يعني أنا شايف الحقيقة أن ده يعني تعدي شديد على إسلامية متوفى وعلى رجل أعطى لبلده ما كان يجب أن يعطى. لعل كان الرد البليغ من الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق
وقال ان ده خروج عن الدين، وقال للناس ما تدخلوش في المناطق ده لان من قال لا اله الا الله دخل الجنه، حديث يعني صحيح. بس ربما يعني الجزء الرافض او المعلق بشكل سلبي على خبر وفاه اللواء عمر سليمان مدير المخابرات السابق ونائب رئيس الجمهوريه السابق ايضا، بانه حسبما يعني خرجت خليها تصريحات امريكيه بان عمر سليمان وجهاز المخابرات المصريه في عهده شارك في تعذيب قوى اسلاميه كانت امريكا بترسلهم الى مصر حتى تنزع مصر الاعترافات من هؤلاء. اولا هذا الكلام ما جاش على لسان احد رسميين في امريكا. هذا الكلام كله كان كلام عن طريق بعض تسريبات بعض الصحف وبعض السياسيين السابقين، واتصور ان كان في ذلك الوقت مطلوب فيه تسويق العلاقه، ولكن لم يثبت باي شكل من الاشكال دخول المخابرات العامه في تعذيب حد او على الاقل في الدخول في مساله السجون الامريكيه ونقل مساجين. كل هذا محض افتراء لا اساس له من الصحه، وانا اؤكد لسيادتك هذا، ودي اشاعات مغرضه الهدف منها التاثير على جهاز المخابرات العامة ونقدر نقول حب الرأي العام له وتقديره له. سيادة اللواء قبل ما اشكر حضرتك واني معاك، لفت انتباهي ان صحف امبارح وتحديدا الاهرام خلت من نعي للمخابرات المصرية للواء عمر سليمان. والاهرام نزل النهارده بالنعي بتاع الاسره الكامل بصوره كبيره، ونزل ايضا نعي المخابرات العامه رسميا ونعي دفعه الكليه الحربيه دفعه 34، لان جرت العاده في مصر ان لما يكون في وفاه خارج مصر فبينتظروا حتى وصول الجثمان ثم يبتدي النعي ينزل ويبتدي الاعلان عن الجنازه وايضا تقبل العزاء. في الجنازه النهارده بعد صلاه العصر، وجنازه شعبيه اي حد عايز يروح يقدر يروح، وايضا جنازه رسميه عسكريه، والعزاء باكر بالليل. انا شاكر لحضرتك سياده اللواء سامح سيف اليازا الخبير الاستراتيجي، كان معنا معلقا وشارحا ومفسرا لكل الاجواء المحيطه بوفاه اللواء عمر سليمان. نطلع فاصل. كل سنة وحضراتكم بألف خير. النهاردة تاني أيام الشهر الكريم وأول أيام أو أول حلقة من برنامجنا مصر بساعة في رمضان. عاوز حضراتكم تتواصلوا معايا، اتصلوا من أي تليفون محمول على رقم 2659 أو ابعتوا رسائلكم على رقم 9217 وتواصلوا معايا على الفيسبوك بمصر بساعة مع محمد علي خير. وعاوز اقول لحضراتكم ان النهارده اللي يدخل على اليوتيوب هيلاقي الحلقات القديمه من البرنامج نزلت على اليوتيوب، وحلقه اليوم ابتداء من النهارده باذن الله سيتم اعادتها او اعاده بثها مره اخرى مسجله على شبكه البرنامج العام من 3:15 للساعه 4 باذن الله يوميا. فاللي مش هيتاح ليه فرصه سماع الحلقه على شبكه راديو مصر يسمعها ان شاء الله على شبكة البرنامج العام. احنا النهاردة في اول ايام العمل، يعني القضاء الى اخره، وعايزين نعرف اخر الاخبار والمستجدات اللي حصلت حتى الساعة. معايا على التليفون الاستاذ الكاتب الصحفي عادل السنهوري مدير تحرير جريدة اليوم السابع. كل سنة وانت طيب يا استاذ عادل. كل سنة وانت طيب يا استاذ محمد، وكل المستمعين بخير. يا رب يكون رمضان السنة دي احسن من اللي فاتت، ويكون كل ايامه خير على المصريين ان شاء الله. امين ان شاء الله. ايه اخر الاخبار عند حضرتك؟ يعني يمكن اخر الاخبار الطازة النهارده بدأنا بحكم لمحكمة طوخ برئاسة المستشار محمود سعيد بالحكم سنة على النائب السلفي السابق في مجلس الشعب المنحل علي ونيس، والمشهور بنائب الفعل الفاضع في طوخ. تم الحكم عليه سنة مع الشغل وتغريمه 1000 جنيه كفالة لإيقاف التنفيذ. بالناحية الثانية برضو المحكمة قضت بسجن المتهمة الثانية في القضية 6 شهور مع الشغل وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ في القضية اللي احنا شغلت الرأي العام بعد تعدد الحوادث اللي كان يتهم فيها نواب من التيار السلفي. ده يمكن اول الخبر الثاني برضو. لا عفوا استاذ عادل، احنا كنا عارفين ان النائب السابق بقى في البرلمان المنحل علي ونيس بانه كان هارب. هل صدر الحكم في حضوره ولا كان كده حكم غيابي؟
لا انا اعتقد ان هو كده صدر الحكم الغيابي، لانه هو بالفعل حتى النطق بالحكم لم يكن موجودا، وقيل انه هارب داخل البلاد. لكن الاهم في الموضوع انه يعني هذه القضيه تم اسدال الستار عليها لانها كانت شاغله الراي العام، وكانت اعتقد يعني بتعتبر من القضايا اللي مسك كثيرا من سمعه التيار السلفي، وخاصه مع تعدد الحوادث الكثيره خلال الفتره الماضيه مع نواب سلفيين في مجلس الشعب المنحل. إذا نحن أمام حكم قضائي هي في أولى درجات التقاضي، ويحق للمتهمين أمامهم درجتي للتقاضي استئناف درجتين، ويستطيع أنه هو يا إما يثبت الاتهام عليه ويتم تنفيذ العقوبة أو أنه يتم رفعها عنه. طيب إيه الأخبار التانية؟ الخبر الثاني طبعا برضو اللي بيشغل الرأي العام، النهارده هيتم تشييع جنازة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات العامة لمدة أكثر من 17 سنة. هيتم تشييع الجثمان اليوم بعد صلاة العصر من مسجد آل رشدان بمدينة نصر. واحنا عارفين طبعا، لو كان لي أن أعلق قليلا على الخبر، انه مسألة تشييع الجنازة ومسألة الوفاة من الأخ شهدت كثير من الجدل وكثير من التساؤلات حول أسباب الوفاة، ما بين أنه هو تعرض لنوبة قلبية مفاجئة وما بين تصريحاته هو عفوا أستاذ عادل بدون الاستطراد في تفاصيل هذا الخبر، كان معايا على التليفون اللواء سامح سيف اليازل قبل مداخلة حضرتك وشرح كل الملابسات المتعلقة بوفاة اللواء عمر سليمان. ده مهم النهارده، وخاصة انه اعتقد ان السيد المشير سيكون في مقدمة المشاهين، وده خبر اعتقد برضو جماهيري مهم ويعطي دلالة. ثالث انه النهارده طبعا بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، النهارده اليوم الاول من ايام تنسيق المرحلة الاولى اللي هي بتشمل 109,000 ناجح او طالب ناجح في الثانوية العامة. واعتقد انه المجاميع المرحله الاولى والتنسيق المرحله الاولى عالي جدا، لانه ب 93.9 لعلم الرياضه، وتقريبا 96% لعلم علوم، و82.9 للادبي. واحنا يمكن رصدنا النهارده بدايات التنسيق كان زحمه وشكاوي كثيره جدا من الطلاب في مساله سحب الاستمارات التنسيق. طبعا كان هي العاده الشكوى من سوء التنظيم في عمليه الدخول والخروج في المعامل بكليات الحاسبات والمعلومات، ومساله عدم سهوله سحب الاستمارات الرغبه في مرحله التنسيق. لكن ده اعتقد انه خبر مهم ايضا. هل في اخبار اخرى؟ طبعا في بسرعه سريعه يا محمد، عندنا برضو خبرين. الخبر الاول انه الرئيس محمد مرسي هيستقبل صباح اليوم، وقد يكون استقبل فعلا احسان اغلو لمناقشه جدول القمه الاسلاميه المقرر عقدها في مكه خلال 26 و27 والخبر الثاني رمضان الحالي. النهارده اخر خبر برضو انه مدام حكومه الجنزوري مستمره، فاعتقد انه بدات تعقد اجتماعات خاصه بمشكلات ال100 يوم او الوعد الرئاسي الخاص ال100 يوم. والنهارده هيعقد الدكتور كمال الجنزوري مجتمعين خاص بالخبز والطاقه، وهيكون الاجتماعات بمقر الهيئه العامه للاستثمار. واعتقد انه هذه الاجتماعات تاتي في اطار يعني التوجيهات او تعليمات الرئيس بمساله مواجهه القضايا المتعلقه بالوعد الرئاسي الخاص ب100 يوم. سريعا كده برضو اخبار انه استمرار ضراب عمال المحله وتربطهم بمقابله الرئيس، برضو مساله ضراب سواقين القطارات المستمريه من امبارح، وكلها اعتقد كلها اضرابات واحتجاجات بتصب في المطالب الفئويه وصرف المستحقات والحوافز المتاخره. يمكن دي ابرز الاخبار النهارده في محمد اللي قدرنا حتى الان نحصل عليها. بشكر حضرتك الكاتب الصحفي الاستاذ عادل السنوري مدير تحرير جريده اليوم السابع
هنطلع فاصل، وبعد الفاصل انا منتظر تعليق حضراتكم اللي بدات تجيلي على مقدمه او الفقره الاولى من حلقه اليوم، كانت تتعلق بكثافه حجم الاستهلاك في شهر رمضان. كل سنه وحضراتكم بخير. عاوزكم تتواصلوا معايا من اي تليفون محمول، اتصلوا بيا على 26 59 او ابعتوا رسائلكم على 92 17 6. ابتداء من النهارده البرنامج هيتم اعاده اذاعته على شبكه البرنامج العام بدءا من الساعه 3:15 عصر كل يوم. كنا بنتكلم في الفقره الاولى من حلقه النهارده اللي هي اول حلقه في شهر رمضان المبارك عن حجم الاستهلاك المصريين في رمضان. في بعض الرسائل جاءت تعليقا على ده. في رسالة من أحمد علي بيقول لي السلام عليكم، كل سنة وانت طيب، ازيك يا أستاذ محمد ورمضان كريم. رسالة تعليقا على خبر وفاة اللواء عمر سليمان، فبيرى أن اللواء عمر سليمان إلى يعني نقط هو طبعا متحفظ على أداء اللواء عمر سليمان، وبيقول ذكر عدد كبير من رموز الدولة ومنهم قضاء أيضا بأنهم يلقوا نفس المصير. صباح الخير عليك ورمضان كريم وعلى أمة الإسلام. شكرا على البرنامج. بالنسبة لعادات المصريين دي سياسة إلهائهم في بطونهم وأشياء أخرى. صباح الخير، كل عام وأنتم بخير. معلش بداية الحلقة دمها تقيل وموضوعها كان سخيف، على انك جايب احصائيات البنك الدولي، احنا ملناش دعوة بيها، خليك خفيف مع الناس. حاضر، بس احنا يعني انا كنت اتمنى حضرتك تتواصل معايا حتى بالتليفون. احنا بنحاول في البرنامج ان انا اربطه بالاحداث، يعني احنا اكيد واحنا داخلين في شهر رمضان اذا كنت عايز يعني تتكلم، فاحنا بنتكلم على الاسراف والتبذير. في فقرة الأخيرة من النهاردة بالبرنامج هنتكلم فيها على الكهرباء، زي ما الحكومة مقصرة أيضا في الكهرباء، ما احنا برضو قلبين الدنيا موالد، يعني كل واحد جايب سلكين نور والله ينور، يعني فوانيس إلى آخره يعني، وبعد كده بنشتكي الكهرباء بتتقطع، أينما المسؤولية أيضا على الحكومة، بس احنا علينا دور، فاحنا بنلفت الانتباه للتبذير يعني. واحد بيقول لي طب يا ريت تبدأ بقى فكرة الدعوة ان احنا ما نبذرش من خلال برنامج مصر في ساعة، وبلاش إعلان نقط. هو في إعلان بيتذاع فيه قبل البرنامج، والله أنا ماليش علاقة بيه، مش في برنامج يعني، عن أحد المطاعم يعني في القاهرة. الحل يعني إيه؟ دي شنط رمضان كلها سمن صناعي، طب الغلابة يجوعوا يعني؟ أنت بتحارب غيلان ممكن تقتل عشان المكسب. أنا معاك، بس يعني ده دور الإعلام. يا سيد الفاضل، الشعب المصري فيه ناس مساكين كتيرة وفيه تكافل كثير بيه. ده جزء من الرسائل اللي جالي. ومعايا على التليفون مهندس حاتم. السلام عليكم وكل سنه وانت طيب. والصحه والسلامه يا استاذ محمد، احنا بحيي حضرتك على البرنامج العظيم. العفو اشكر حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. انا بس ليا تعليق صغير على المقدمه بتاعت حضرتك، مقدمه في منتهى القوه وبتفضحنا وتعرينا قصاد نفسنا ان احنا ما بقاش شهر رمضان شهر صيام وشهر عباده، وبقى شهر اكل وجنبله. ومزعلان جدا حضرتك اللي بعت رساله حضرتك بيلوم حضرتك على ان المقدمه دمها تقيل، واحنا المفروض حضرتك متنيين عايشين في غيبوبه مستمره، يعني حتى اللي بيوضح لنا حقائقنا بنزعل منه، واللي بيقول الكذب والنفاق والالهاء هو ده اللي احنا بنحبه. طب كان المفروض حضرتك تطلع تقول ايه؟ ان كل حاجه تمام وان احنا 100 وان احنا مش مفسدين واحنا مش مبذرين الى اخره. كان المفروض ايه بالظبط؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه معلش حضرتك لو سمحت لي التعليق على وفاه اللواء عمر سليمان. انا شايف ان في مشاكل على الرجل رغم ان هو توفى رحمه الله طبعا، وللاسف احنا بنهاجم دون ان نعلم حقائق الامور. احنا بنهاجم نتيجه الاعلام المزيف اللي بيزيف حقائق كل حاجات كتير. ما يعرف هذا الرجل الذي يتمنى الجحيم والى اخره عن تاريخ اللواء عمر سليمان من ايام ما كان رئيس هيئه مسلحه الى مدير للمخابرات الحربيه الى مدير للمخابرات العامه. ماذا هو يعلم عن تاريخه؟ لماذا نتكلم بهذا الاسلوب؟ ليه بنقول كده؟ ليه دايما اي حد بنحب نشوه فيه اي كانت محطه او ايا كان شخصيته دون ان ندري؟ هو حضرتك مع علم المخابرات او العمل المخابراتي مش المفروض ان احنا كل شويه نطلع نقول المخابرات العامه عملت 1 2 3 4؟ وكان حضرتك ندي مثل صغير اللي بيتمنى الجحيم اللي هو عمر سليمان، الهاله اللي في الفلسطينيين والوفاق اللي بينهم دلوقتي ده نتاج عمل هذا الرجل.
ليه بنقفل هذا الموضوع ونيجي في اشياء اخرى؟ انا مش فاهم بصراحه لمتى هنكون في مصر طول عمرنا نبحث في مساوئ من سبقونا، وللاسف نبحث في مساوئ وما بنفكرش احنا ناويين نعمل ايه. يعني حضرتك يعني ده موضوع مكمل لموضوع، الموضوع الاولاني موضوع الاكل احنا زعلانين ان حضرتك باحصائيات مدروسه اثبتت ان احنا شعب ما بنفكرش غير في بطننا. في رمضان بقى اللي هو شهر العمل والعباده وكانت الحروب فيه والصيام فيه، غزوه بدر كانت في رمضان، اكتوبر كانت في رمضان، اصبحنا دلوقتي احنا عندنا غزوه مسلسلات وغزوه ملاذ. انا عايز اقول لحضرتك ان اجمالي المبالغ اللي انفقت على انتاج هذا الكم من المسلسلات بلغ 750 مليون جنيه. الرقم تمام. منشور النهارده في صحف النهارده ان تمام. اجمالي المبلغ هو 700. انا مش ضد ده، بس انا بقول احنا عمالين ننفق خلال هذا الشهر تحديدا. اكيد يفزعني ان احنا نصرف كل يوم مليار جنيه، مش كل المصريين، لان في 40% من الشعب المصري يعني 35 مليون دخلهم اقل من 11 جنيه، فما عندهمش الانفاق ده. انا بتكلم تحديدا عن طبقه بعينها هي اللي بتمارس هذا التبذير وهذا الاسراف، واكيد يحزنني كمواطن ان نص الاكل ده بيترمي في الزباله، ما ده حرام يعني يحزننا جميعا. وبعدين ايه القيم؟ ما هو المفروض شهر رمضان ده مش عابر سبيل انا هصوم واتفرج على المسلسل وانام، يعني المفروض اطلع منه بقيمه معينه تستمر معايا، ما بقولش يا سيدي طول السنه، بس كام شهر يعني منها قيمه ال يعني اقول ايه عدم التبذير. عموما انا بشكر حضرتك استاذ حاتم علشان لم يعد متبقي امام البرنامج كتير. هنطلع فاصل يا ناس ولا هنكمل للاخر؟ طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هكمل معاكم على موضوع انقطاع الكهرباء سريعا. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر الكريم، والنهاردة أول حلقة للبرنامج في الشهر. احنا بنقدم في البرنامج خدمة جديدة اسمها طلب فتوى. كل اللي بطلبه من حضراتكم ان حضراتكم تبعتوا لي رسالة بأي سؤال أو استفسار ديني. أنا هجمع الأسئلة دي وهبدأ أوجهها لأحد علماء الدين الإسلامي الفضلاء كل يعني عدة أيام. أنا عايز بس الرسائل ما تجيليش عبر الهاتف أو عبر التليفون، أنا عايزها تجيلي من خلال الرسائل علشان أقدر أجمعها وأقراها. فدي خدمة بنقدمها النهاردة للسادة المستمعين. أيضا بقول لحضراتكم أن البرنامج ابتداء من اليوم هيتم إعادة إذاعته مرة أخرى على شبكة البرنامج العام ابتداء من الساعة 3:15. آخر فقرة في برنامجنا النهاردة عن انقطاع الكهرباء. انقطاع الكهرباء اللي بقى ما بقاش فيه بيت في مصر إلا بيعاني منها، يعني ده موضوع بقى شاغل كل حياتنا. وعايز أقول لحضراتكم مش البيوت بس، المصانع كمان بتشتكي. عايز أرجعكم شوية كده لفترة الثمانينات. كان في منطقة السبتية في القاهرة استمر انقطاع الكهرباء فيها فترة طويلة. المسؤولين وقتها في وزارة الكهرباء طبعا ما كانش عندهم رد على ان يفسروا بيه استمرار انقطاع الكهرباء، فقالوا ان السبب راجع الى وجود فار يعني هو اللي بيقوم باكل اسلاك الكهرباء باسنانه المدببه. والله العظيم ده اللي اتقال ساعتها. وبالتالي منطقه السبتيه بتغرق في ظلام. طبعا الصحف المعارضه وقتها والناس سخرت من كلام مسؤولي وزاره الكهرباء، واتعرفت بقصه فار السبتيه. اي حد اتكلمه ده اللي هو كان اللهو الخفي اياميها، فكان اسمه فار السبتيه. الحال اتكرر بعد 30 سنه اليومين دول لدرجه ان تقريبا نص محافظات مصر بقى بينقطع فيها الكهرباء بتنقطع للاسف. والدنيا اليومين دول شديده الحراره والرطوبه، الدنيا صيام، الاجهزه الكهربائيه في بيوتنا بقت بتفسد او بتبوظ، يعني تصليحها هيكلفنا كتير. كل ده بسبب انقطاع الكهرباء. كمان في مشكلة أسوأ نتيجة انقطاع الكهرباء، هي ان المصانع بقت بتتكبد خسائر كبيرة جدا في الانتاج، يعني في تضرر بشكل كبير. في بعض مثلا المتضررين من المواطنين دخلوا على الفيسبوك، عملوا صفحة على طول على الفيسبوك كان عنوانها او شعارها انا مش هدفع فاتورة الكهرباء. طب ليه مش هندفع فاتورة الكهرباء؟ وجهة نظرهم قال لك ان فاتورة الكهرباء دي عبارة عن عقد بين المواطن وشركة الكهرباء، ان العقد ده شركة الكهرباء توفر خدمة الكهرباء للمواطن ايا كان حجمها، وان المواطن ملتزم بالدفع.
وبالتالي الشركه دي ما التزمتش بعقدها. ولا كمان لما المواطن ما بيدفعش الشركه بتقوم بقطع الكهرباء عنه. اي نعم عدد رواد الصفحه او اللي دخلوا عليها مش كتير قوي، بس هي فكره كانت موجوده. انا طالب برضو من حضراتكم التواصل معايا على هذا الموضوع، وعلى الاقل ابعتوا رسائل لان وقت حلقه البرنامج خلصت، وبكره هنقابلكم باذن الله تعالى على خير. كل سنه وحضراتكم بخير.